يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة فريقهم المرتقبة أمام إيجل نوار البوروندي المقرر إقامتها في 4 عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في ضربة البداية للمارد الأحمر بالنسخة الجديدة من البطولة القارية. وتحمل المباراة أهمية خاصة لجماهير الأهلي كونها تمثل الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد الدنماركي ياس سوراب الذي تولى قيادة الفريق مؤخرا، حيث يسعى المدرب الجديد لتقديم انطلاقة قوية تعيد الثقة للجماهير وتعلن بداية مرحلة جديدة تحت قيادته. وغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي يوم الخميس برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي على أن يخوض الفريق ميرانين هناك قبل المباراة، أحدهما خفيف مساء الخميس على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بينما سيكون المران الرئيسي يوم الجمعة على ملعب اللقاء الذي يستضيف المواجهة. وحصل ياس سوروب على تقرير فني شامل عن فريق إيجل نوار من محللي الأداء والجهاز المعاون، يتضمن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس وطريقة لعبه في المباريات المحلية من أجل وضع الخطة الأنسب للمواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة. كما وضع المدرب الدنماركي برنامجا استشفائيا خاصا للعناصر الدولية التي انضمت مؤخرا إلى التدريبات عقب انتهاء مشاركاتها مع المنتخبات الوطنية لضمان جاهزيتها البدنية للمباراة دون التعرض للإجهاد. ويأمل الأهلي في تحقيق بداية قوية تليق بتاريخه الإفريقي الكبير وتؤكد عزمه على استعادة لقب دوري الأبطال الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، خاصة وأن البطولة تمثل هدفا رئيسيا لإدارة النادي وجماهيره في الموسم الجديد.